الفوز في المباراة يعني تحقيق الحلم الرياضي بالمشاركة لأول مرة في تاريخ الرياضة الفلسطينية في تصفيات كأس الاتحاد الآسيوي، ثاني أهم بطولة آسيوية. التفاؤل كان عنوان أصحاب الأرض قبل اللقاء. هاي تعني لنا الكثير. احنا حظنا كنادي شباب الظاهرية المرة الأولى شاركنا في بطولة كأس الأندية العربية، وكانت أول مرة في فلسطين تكون على مستوى الأندية ملعب بيتي، واليوم كمان أول مرة الاتحاد الفلسطين بتشارك في كأس الاتحاد الآسيوي، وكان كمان من حظ نادي شباب الظاهرية. فبتوقع وبتأمل إن نعبر هاي المباراة ونفوز بهاي المباراة اللي نصل لدور المجموعات. فلسطين كلها عملت كخلية نحل لتنظيم هذا الحدث التاريخي بالنسبة لهم، لإظهاره للعالم بأبهى صورة وتأكيد مدى تطور الكرة الفلسطينية والفوز في المباراة. لكن الغزلان ورغم سيطرتهم على مجريات المباراة إلا أنهم تلقوا الهدف الأول الذي انتشى به إليوش، لكن حسن سرحان سجل هدف التعادل قبل نهاية الشوط الأول بثوان قليلة، لتكون ضربات الترجيح هي الخصم والحكم بعد انتهاء الشوط الثاني بنفس النتيجة، لتؤول إلى الضيوف الذين اعترفوا بندية منافسهم، مع اعتذار المدير الفني لغزلان الجنوب للجماهير الفلسطينية عن هذا الإخفاق. الخصم كان ندا قويا وليس سهلا ومستواه جيدا، لكننا ورغم اختلاف الأجواء علينا إلا أننا استطعنا التأقلم وإحراز الهدف الأول الذي أعطانا دافعا قويا للفوز، وهذا ما حصل ولكن في ضربات الترجيح. في النهاية هم فازوا. للأسف احنا من هون نتأسف لكل الشعب الفلسطيني اللي ما قدرنا انه نلبي الطموح هذا. كان بإمكاننا، كان على بعد خطوة واحدة، ولكن هذا هو حال كرة القدم. تبدد حلم المشاركة في تصفيات كأس آسيا بعد خسارة غير متوقعة في الوقت الذي كان بإمكان الغزلان حسم المباراة في الشوط الأول.